السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في ملخص جديد من مسلسلكم الشيق قلب أسود. فهنا غادي نشوفوا الحلقة بقات في أن ملك جات كتهضر مع تحسين وكتطلب منه باش أن يساليو العداوة مع عائلة شانسالان. كتقول لي خويا أنا راني تصالحت مع جهاد وعافاك بغينا نساليو هاد العداوة. فهنا تحسين فوتو نتا هي غتكون حاضره معاهم. هنا تحسين غادي يقول لهم انا موافق نساليو هاد الخلافات وهاد النزاعات، ولكن راه عندي شرط. فهما هنا خافوا كيتسناو شنو هو الشرط ديال تحسين. فغادي يقول لها تحسين انا الشرط ديالي هو ان انا ما كتهمني لا عقارات لا املاك لا شركه لا والو، ولكن خاص صامد يطلق فوتون. فهما هنا منين سمعوا الشرط صافي ارتاحوا وفرحوا. هنا غادي نشوفو ناريمان كتهضر مع الزبناء شي ناس على حساب العرس ديالهم، التنظيم ديال حفل الزفاف. كتهضر معاهم على الضيوف على الحلوى على شنو بغاو هادي، ونوح كيتصنت. صافي غادي تسالي معاهم غيمشيو الناس. هنا غادي يدخل عندها نوح يقول انت شنو كديري؟ غتقول ليه مالك شنو واقع؟ قال لي هو انت عطيتيهم كاع الافكار، شنو بقى لينا حنا شنو غنديروا في العرس ديالنا؟ قالت لي عرس؟ قالت لي كيفاش واش حنا غنديروا عرس؟ قال لها علاش ما غنديروش عرس؟ قال لها انا اللي كنعرف هو ان كاع البنات كيعجبهم يديروا العرس ويلبسوا الكسوه ديال العرس. قالت لي بلاتي، قالت لي انا هضرت لك على العرس، انا ما عنديش هاد الافكار ماشي على الكسوه. قالت لي انا بصراحه ما عنديش الفكره ديال العرس. قالت لي انا ما عنديش عائله اللي غادي نعرض عليها وانت كذلك ما عندكش عائله. قال لها ايوا شنو بغيتينا نديرو؟ واش ناكلوا غير مع بعضياتنا صافي؟ قالت ليه قالت لي ولا بغيتينا نرقصوا ما عنديش مشكل. قال لها صافي انا المهم عندي هو انني نتزوج انا وياك. في هذه اللحظه غادي يصوني ليه تحسين، غادي يقول ليه نوح جي للدار. قال ليه علاش واش وقع شي حاجه؟ قال ليه لا ما وقع والو غير بغينا ناكلوا مجموعين. قال ليه نوح كيفاش موالفاش لك انك زعما كتعيط ليا باش ناكلوا مجموعين؟ قال ليه هاد المره بغينا ناكلوا مجموعين. صافي قال ليه صافي واخا انا غادي نجي قطع. قالت ليه هنا ريما شنو واقع؟ قال لها راه تحسين قال لي باش نجيو بغينا نتجمعوا على الطبله ديال الماكله. فمالك متوتره بزاف. قال لها تحسين صافي قال لها ما تخافيش، انا غادي نشوف كيفاش غادي نوصل ليه الفكره، غادي نحاولوا نهضروا بواحد الطريقه مزيانه. فهنا غادي ندوزو نشوفوهم انهم صافي راهم مجموعين كياكلوا. قال لها تحسين قال الخدامه قال لها الله 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 وجدتي هاد الماكله كامله؟ قال لها شكون اللي غادي ياكل هادشي كامل؟ لا فهنا غتنقز مالك غتقولي انا غناكل هادشي. غادي يضحك مع نوح غيقول لها كيفاش واش انت مبقيتيش كتهتمي الوزن ديالك؟ قالت ليه لا دابا، قالت ليه ما كنفكرش انا نهائيا في الوزن. وصافي هما مجموعين وكيضحكوا. فنوح غادي يقول تحسين والله اخويا تحسين الا راك درتي خير انك جمعتينا هنا كاملين. قال ليه بصح قال ليه راه كاينين شي حوايج قال ليه اهم، قال ليه من الفلوس من الشركات من المشاريع. قال ليه مثلا بحال الصحة والسعادة والطمأنينة. قال ليه الا تجمعوا هاد الحوايج بثلاثه راه الشيء الاخر كيجي كامل بوحدو. قال ليه شوف واش كيبان لك دابا شي واحد غنى منا؟ فقال ليه نوح قال ليه انا بعدا كنشوف راسي ما ناقصاني حتى حاجه. وهنا شد يد ديال ناريمان وكيشوف فيها وهو فرحان. غادي يقول ليه تحسين ولكن قال ليه ممكن تكون باقا ناقصه شي حاجه اخرى. قال ليه نوح كيفاش بحالاش؟ قال ليه الطمأنينه. فتحسين هنا كيحاول يوصل الفكره لنوح. قال ليه الحروب خاصها تسالي، النزاعات خاصها تسالي، خاص الانسان يلقى الطريقه باش انه يسالي الخلافات ديالو مع العدو اللدود ديالو. هنا نوح غير كيشوف فيه. فغادي يقول ليه نوح غايقول ليه كيفاش اخويا تحسين؟ قول لي انت شنو كتقصد؟ واش كتهضر على عائله شانسالان؟ قال ليه تحسين انا راني كنهضر عليهم. نوح بدا كيضحك وكمل الماكله ديالو. قال لي لا لا انت كتضحك معايا خويا تحسين؟ قال لي لا انا كنهضر معاك بصح. قال لي تحسين شوف اخويا انا راني وقفت في وجههم قلت لهم باللي باكم كان انسان خايب انسان عديم الشرف. قلت لهم باللي انا خوكم وباللي دمكم موسخ راه كيجري في عروقي. وقفت في وجههم، خديت لهم الاملاك، خديت لهم شركتهم كتبتها بسميتي، خديت لهم الفنادق، خديت لهم القصور، خديت لهم كل شيء من بين يديهم. خديتك انت وخديت فوتون وخديت ملاك وخديت لاله انيسه اللي هي الخدامه. انا خديت هادشي كامل. شوفوا كلكم راكم كاينين هنا وحنا كلنا مجموعين هنا. شنو مازال بغيتي من بعد؟ شنو مازال غادي ناخذ من عندهم نوح؟ قول لي اشنو اخر باقي بغيتيني ندير ليهم؟ هنا نوح غوت عليه وقال لي صافي اخويا فهمت.
قال ليه تحسين خويا نوح، قال لي حنا راعينا بغينا الطمأنينة، حنا راعينا بزاف، بغينا هاد الخلافات تسالي. قال لي شوف انت، ها هي اختك حداك، مالك حداك، ماماك حداك، ناريمان حداك، شنو مازال بغيتي؟ صافي قال ليه ما تزيدش تطغى اكثر من هكا. قال لي واش ما عيتيش انك تعيش في هاد المشاكل وفي هاد الصراعات؟ هنا نوح غير ساكت وما عجبوش الحال. فقالت ليه فوتون، قالت ليه شوف راه مني غيساليو هاد الخلافات وهاد النزاعات، راه الناس اللي كيبغيو بعضياتهم غاديين يتجمعوا. غايقول ليها شكون اللي غادي يتجمع؟ شنو كتقولي؟ شكون كتقصدي انت؟ واش كتقصدي ملك وجهاد؟ واخا يتجمع العالم كامل ما غاديش يصالحهم وما غاديش يتصالحوا. واش فهمتي؟ هنا ملك غادي تشوفيه وغتقول ليه انا وجهاد راه حنا تصالحنا نوح، راه حنايا تصالحنا وانا غير بغيت نعلمك. هنا بقى كيشوف فيها، ومن طبيعة الحال نوح راه ما عجبوش الحال. قالت لي فوتو نشوف نوح، راه كيف ما انت ونريمان كتبغيو بعضياتكم راه حتى هما بحال هكاك، هما راهم كيبغيو بعضياتهم بزاف. قال ليها شوف يا ماما، وياك تقارني اني انا ونريمان مع جهاد، وياك ولا راه غادي نقول شي حاجه اللي غادي يبقى فيك الحال. قالت ليه راه حتى واحد ما غادي يقدر يعرف جهاد اكثر مني، راه انا اللي ربيته. جهاد قلبه كبير وقلبه طيب وانسان رحيم، شوف ياك اسعد ولدي، ولكن انا ما غاديش نقول هادشي على اسعد. قالت لي صافي فكر في ولد اختك اللي غادي يتزاد. هو هنا بقى كيشوف مالك، قال لهم صافي على حساب ما كنشوف انكم كلكم باغيين تصالحوا مع عائله شانسالان. فهنا تحسين قال لي انا بغيت الصلح. ناريمان قالت ليه انا بغيت، فوتون قالت لي انا بغيت، ملك قالت لي انا راني عندي ولد. قالت لي ناريمان واش ما عيتيش؟ واش قال لي، قالت لي ما عيتيش، واش مازال باغي تشوف شي حد اخر فينا كتوقع عليه شي حاجه بسبب هاد المشاكل؟ قالت ليه مالك خويا راه جهاد كيتسنى غير منا حنايا خبر القرار اللي غناخدوه حنا هنايا. قال ليها تحسين دار عند نوح وقال لي شوف نوح، حنا القرار ديالك راه كيهمنا بزاف، يعني راه داكشي اللي غتقول هو اللي غنديرو، فإلا قلتي صافي راه غادي نقولوا لهم فقال لهم نوح انا ما عندي ما ندير، مادام انكم كلكم باغيين الصلح انا ما عندي ما ندير، صافي نتصالحوا. هنا ملك غادي تفرح بزاف وغادي تقول ليه خاصني نمشي نعلم جهاد، حيت هو راه كيتسنى بفارغ الصبر القرار ديالي باش يقدر يمشي يعلم العائله ديالو. وصافي هنا غادي يقول ليه تحسين شكرا نوح. غتنوض ملك كتجري تمشي عند جهاد باش تعلمو بالخبر. غتكون خارجه حتى غتوصل عند الباب وغادي ترجع عند نوح، غتعنقو غتسلم عليه وغتقول ليه شكرا اخويا. تحسين غادي يقول لنوح راك خديتي القرار الصحيح اخويا، هادشي هو اللي كان خاصو يكون. غادي نمشيو لدار عائلة شانسالان. بالضبط في المطبخ. الخدامات كيهضروا بيناتهم على اسماء. قالت ليها شفتي واش، قالت لها شفتي اسماء حامله؟ قالت ليها شوفي هما كيفاش كيحاولوا يخبيو هذا الموضوع. قالت ليها الاخرى، قالت ليها كيفاش؟ قالت لها شوفي اسماء فين واسعد فين. فهنا غادي تدخل عليهم نوران غتقول لهم نتوما اش كديروا، واش شادين النميمه؟ قالت لها حنا راه كنهضروا غير على اسماء. قالت لها هي راه باغا تولي يعني مرت لوسك. فنوران غادي تضحك وغتقول لها كيفاش مرت لوسي انا غادي تسولها على الاخ ديال اسماء. غتقول ليها فينا هو، واش نتوما واش صيفطوه يعني الضيعه ديالهم ولا شنو داروا فيه؟ هنا غتقول لهم نورهان نتوما ماشي سوقكم في هذا الشيء، نتوما ديوها غير في خدمتكم. حنايا كعائله شانسالان، بالطبع هي راه دايره راسها حتى هي من عائله شانسالان، حنا كعائله شانسالان قادرين اننا ناخذ القرارات ديالنا فيما يخص الناس اللي خدامين معانا. نتوما خاصكم تفكروا غير في كيفاش ولا شنو خاصكم ديروا للعشاء. صافي وخرجات. غادي ندوزو عند ملاك اللي مشات باش تلاقى مع جهاد وتقول ليه القرار ديالهم. فهي بغات تمثل عليه شويه، دايره راسها حزينه. شاف فيها قال لها شنو واش ما قبلوش؟ صافي عاد وهي تضحك وهي تقول لي لا راهم قبلوا. قال لها الله خلعتيني. قال لها الحمد لله. قالت لي في الاول، قالت لي انا متفاجئه كيفاش خويا تحسين ما عارضش وقال لنا واخا. قال لي نوح، قالت لي نوح، قالت لي ضروري في البدايه راه ما بغاش، قالت لي ولكن من بعد راه اقتنع وقال لي صافي. قال لها الحمد لله والشكر لله. قال لها دابا، قالت لي ولكن راه خويا تحسين راه كان عنده شرط. قال شنو هو؟ قالت ليه هو راه قال بان خاص باباك يطلق ماما. قال ليها هما اصلا راهم فارقين، يعني راه الناس كاملين عارفين بانهم فارقين، بقى غير انهم يوقعوا زعما على الورقه ديال الطلاق. قالت لي راه هذا هو الشرط ديال خويا تحسين.
قالت لي وانا خايفه واش باباك زعما ما يبغيش. قال لها لا ما كنظنش. قال لها هو ما عنده ما يدير، هو راه مجبر باش انه يطلق، راه غادي يقبل. قالت لي انا راه خفت انه يعارض. صافي هنايا هما فرحانين، وغادي يقول لها فين غادي نديرو، فين وامتى غادي نديرو حفل الزفاف ديالنا. قالت لي كيفاش، واش حنا غادي نديرو عرس؟ قال لها من طبيعة الحال حنا غنديرو العرس، ولكن راه خاصنا نزربو دغيا باش يجي قدك الفستان. قالت لي كيفاش انت، واش كتقول لي اننا خايف ان كرشي تكبر؟ قال لها راكي فهمتي شنو بغيت نقصد، انا راني بغيت نتزوج بك في اقرب وقت، بغيتك تولي مراتي. غندوزو عند حسين اللي جالس مربع رجليه وكيتفرج في البيت ديالو. غتدخل عنده نوران كتجري غتقول ليه شنو كدير انت هنا؟ قال لها واش ما شفتينيش انا كنتفرج في واحد المسلسل زوين. قالت لي الله الله، قالت لي انت جالس هنا ما جايب للدنيا خبار، وجهاد راه مشى جمع العائله كامله وخلاوك نتايا، انت ما دايرينش لك الحساب بحال راك انت ماشي واحد منهم. قال لها كيفاش، شكون جمع؟ قالت لي نوض سير عندهم ودخل وفرض شخصيتك وقول لهم بلي راه انا واحد من عائله شانسالان، وخبط قالت لي بيديك على الطبله وحاول انك تفرض شخصيتك عليهم. قال لها صافي هادشي اللي غادي يكون ومشى. فغادي نمشيو نشوفو جهاد اللي جامع العائله، بابا خوتو عمتو. غادي يدخل اسعد غايقول لي شنو واقع علاش جامعنا هنا. غادي يقول ليه دخل، غادي يجي حسين غادي يدق غادي يدخل غايقول لهم كيفاش واش ما معتبرينيش. قال لي جهاد صافي اجي مني جيتي اجي تنتانيت كيهمك الامر وصافي. قالت ليه عمتو يلا طلقنا. اجهاد اشنو باغي تقول؟ قال لها راه واحد الامر مهم جدا. قال لها وهو اننا بغينا نساليو الخصومه بيننا وبين تحسين. قالت ليه عمتو كيفاش انت بغيتي تسالي هاد الخصومه؟ قال لها جهاد صافي حنا راه وهضرنا واتفقنا على كل شيء. قال ليه اسعد قال لي دابا نتوما دابا انت بوحدك مشيتي وتفاهمتي معاه واتفقتي معاه. قال ليها قال ليها هادشي اللي كاين. قال ليه جهاد القصر والفنادق غادي تبقى ديالنا وحنا غنبقاو عايشين في الدار ديالنا. قال ليه انا راني اتفقت مع خويا تحسين على هادشي. شاف فيه صامد وقال لي كيفاش شنو قلتي خويا تحسين؟ قال ليه بابا انا غادي نقول ليه خويا تحسين. قال لي هو في الاصل انا خاصني نقول ليه عمي تحسين. قال لي ولكن صافي ماشي مشكل. قالت لي حكمه غادي يعطينا القصر وغادي يعطينا الفندق وغيخلينا هنا ومن بعد شنو المقابل ديال هذا الشيء؟ قال لها في المقابل ديال هذا الشيء هو ان بابا غادي يطلق خالتي فوتون. قال ليه كيفاش؟ قال لي صامت كيفاش؟ قال لي انا ما غاديش نطلق فوتون غير حيت هو طلبها مني. قال ليه انا ما غاديش ندير هاد الشيء. قال ليه جهاد صافي حنا راه ما غاديش نزيدو نتناقشوا في هاد الشيء، غادي تطلق خالتي فوتون هي صافي غادي تطلقها. فهنا بدا كيضحك صامت. نقز حسين قال ليه انا كنوافقك كجهاد، الا طلبتي رايي حتى انا غادي نقول لك انا موافق على الصلح. قال ليه جهاد انا في هاد الاجتماع ما كنطلب الراي ديال حتى واحد، انا راني خديت القرار وصافي غير كنشاركو معاكم. قالت لي حكمه واش ما غاديش تسولنا على الراي ديالنا؟ قال لها انا ما كنسولكمش وما غاديش نسولكم نهائيا من بعد هذا الشيء. قال لهم من اليوم اللي غادي يوصل ملك اولا تحسين اولا نوح غادي يلقاني انا قدامه. فهنا هما بداو كيشوفوا في بعضياتهم. قال لهم واش هذا الشيء مفهوم؟ قال لهم واش شي واحد عنده ما يضيف؟ هنا بقاو ساكتين. قال لي صافي اذا حنا اتفقنا. قال لهم ما نساش بابا المحامي ديال خالتي فوتون راه غادي يشوفك وانت من بعد خاصك تلاقى مع تحسين وتتفق معاه وتهضر معاه. قال لي صافي. فهنا ما خلى لهم ما يقولوا وما عطاهمش الفرصه اصلا انهم يعطيو الراي ديالهم. فشاف في باه وشير ليه براسو زعما قال لي صافي جهاد خرج. جاء سعد بدا كيقول لهم هذا شنو كيسحب ليه راسو، شكون هو، شنو دابا غنديرو؟ قالت لي حكمه هو راه دايرنا بحال الخدامه عنده، شافت في خوها وقالت لي كيفاش انا راني مستغربه من التصرف ديالك، كيفاش هو كيشوفك وكيغوت عليك في وجهك وانت ما قدرتي تحل فمك وما قدرتي تقول حتى كلمه. قال لها شنو بغيتيني نقول، اشنو بقى ليا ما نقول؟ قالت لي كان عليك تقول لي بانني انا ما غاديش نطلق فوتون. قال لها هو راه دا القصار دا الفندق دا كل شيء، شنو بغيتيني ندير؟ قالت لي وشنو دابا واش غادي تصالح مع تحسين؟ قال لها راني كنقول لك بلي راني مجبر اخبط عليها البيرو وناض خرج.
نقصت بنته قالت لي انا تصالحت مع ماما، ولكن مع نوح وملاك مستحيل هادشي غادي يوقع. فالغد لي غادي ندوزو عند تحسين، غادي نشوفو تحسين ونوح خارجين. قال ليه نوح واش كيفاش اخويا، واش صافي غير ناخدو هذا الموضوع ديال الصلح بجديه؟ قال لي انا راني ما مرتاحش لهذا الشيء. قال ليه تحسين صافي تفائل شويه نوح، ما تخافش كلشي غادي يكون بخير. وصافي ركبوا في السياره ومشاو. هنا غادي ندوزو للمحل عند فوتون. كاينين شي زبائن باغيين ياخذوا زرابي، فهي غتقول هنا للسيده اللي خدامه معاها شوفيهم شنو يشربوا. من بعد غادي تجي هدايه عند فوتون، سلمت عليها وقالت لها تعالي نجلسوا ما تبقايش واقفه. قالت لها واش تشربي شي حاجه؟ قالت لها لا لا ما فياش اللي يشرب. قالت لها شوفي يا بنتي انا راه سمعت شي حاجه، سمعت بانكم باغيين تصالحوا. قالت لها ماما. قالت لها كنتمنى ان هذا الشيء سالي. قالت لها هدايه ان شاء الله. قالت لها والله لا لا. قالت لها قلبي راه تيضرب بسرعه، خايفه لا ينوض شي واحد فيهم يقول لا حنا ما بغيناش الصلح. قالت لها صافي ما تفكريش بحال هكا. قالت لها اصلا تحسين راه مصمم وحاول انه باش يقنع نوح، وجهاد حتى هو راه قنع صامد، وان شاء الله غادي يتصالحوا. فهدايه قالت فوتون قالت لها الله بنتي، قالت لها انت راه داز عليك بزاف ديال المشاكل. قالت لها ولكن انت راكي قويه. قالت لها انا فخوره بك بزاف. قالت لها انت يا بنتي كتستحقي اي حاجه زوينه، وان شاء الله غادي تعيشي فرحانه مع ولادك. فغادي نمشيو عند نوح وتحسين اللي جالسين كيتسناو في صامد وجهاد باش يجيو عندهم. غادي نيجيو. قال لي جهاد واش جبتي البروتوكول ديال الصلح اخويا تحسين؟ قال لي ها هو جبناه وعطاه ليهم باش يقراوه ويوقعوا عليه. قال لي فوتون راها ما كطلب منك حتى حاجه. قال لي حتى انا ما عندي حتى حاجه اصلا نطلبها من فوتون. فعطاه ليه صامد هنا كيوقع. قال لي تحسين واش ما غاديش تقراه؟ قال لي لا صافي بلاش. قال لي انا اصلا وافقت على الطلبات ديالك. تحسين قال صامد صافي يا صامد بعد على الدراري وخليهم يعيشوا هانين ومرتاحين وما تبقاش توقف في طريقهم. هنا مد ليه تحسين يدو. صامد حتى هو سلم عليه. جهاد حتى هو مد يدو لنوح. نوح بقى شحال عاد باش مد ليه يدو حتى هو سلم عليه. غادي ندوزو عند حكمه. قالت كتقول مع راسها ايوا صافي بارك علينا غير تصالحنا، خاصنا نتغداو وناكلو مجموعين. قالت لي والله الا زوينه هادي، السيد خدا ليه مراته وكيقول لي صافي في المقابل انا غنخليكم تعيشوا في القصر. فهنا هما مشاو للفندق واختاروا ان السميه ديال الفندق غادي تكون نص من الاسم ديال تحسين يعني شيرلي، والنص من شانسالان يعني مشترك بيناتهم. قال لي تحسين واش هكا مزيان؟ قال لي صامد كنظن بانه مزيان. قال لي تحسين واش صافي نقولوا مبروك؟ صامد مد ليه يديه وقال ليه مبروك. قال لي تحسين واش العائله كلها غادي تجي؟ قال لي صامد اصلا كلها راها هنايا. قال لي تحسين صافي انا غادي نمشي. قال لي كيفاش غتمشي دابا؟ قال لي غنمشي عندي ما يدار حتى نتلاقاو في العشاء. غندوزو عند نريمان غنشوفوها كتوجد في راسها. غيجي عندها نوح قال لها واش يمكن لي ندخل؟ قالت لي دخل. بقى كيشوف فيها وهي كتقاد في راسها. قال لها انت راك زوينه بزاف. قالت لي راك كل مره كتقول هاد الهضره. قال لها كنقولها كل مره كنشوفك فيها لان كل مره كتكوني احسن من المره اللي فاتت. قالت ليه بغيت نسولك. قال لها سولي. قالت ليه واش انت بصح بغيتي تصالح او لا غير درتي الخاطر لخويا تحسين؟ قال لها شوفي انا في الاول راني ما كنتش مقتنع، ولكن صافي ملي بغيتو المصالحه صافي خلينا نتصالحوا. قالت لي ولكن دابا واش اقتنعتي؟ قال لها انا واعدتك بانني ما غنبقاش نتخاصم مع حتى واحد وما غنديرش المشاكل. واصلا قال لها المشاكل ما فيها حتى فائده. انا ملي كنشوفك انتي ماما اختي مالك فرحانين صافي انا راني كنكون فرحان. قال لها انا يكفيني انك تكوني غير نتيا في حياتي. غادي ندوزو عند جهاد اللي شاد التليفون ديالو كيشوف الصوره ديال مالك حتى هي فرحانه وكتوجد في راسها. جا الليل وجاو عائلة شانسالان وصلوا للفندق فين غاديين يتعشاو مجموعين. نزلات حكمة من الطوموبيل كتقول لي الله 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 حنا شنو كنديروا في هذا البرد، في هنايا في هذا البرد وفي هذا الوقت. صافي ياك حنا تصالحنا اذا شنو علاقة الماكلة واننا ناكلوا مجموعين؟ قالت لها هدايا هاد الصلح هذا راه زوين، على الاقل يكون بيناتنا السلام وما تبقاش بيناتنا الحرب والعداوة. قالت لها هادشي على قبل حفادك ولادك. قالت لها شوفي يا حكمة العيش بسلام راه مهم لأي واحد، أي إنسان واعي. قالت لها حكمة أنا ماشي واعية. فهما هنا كيتناقشوا راكم عارفين ديما. صافي دخلوا. هنا جهاد جالس كيتسناهم.
فملك وجهاد هنا كيضحكوا، هي كتقول لي كيفاش واش نتوما كلكم غادي تشربوا، انا خاصني نشرب الحليب. قال لها صافي انا وياك غادي نشربوا قهوه وحليب. وكيضحكوا بيناتهم، ونوح كيشوف في جهاد وما حاملش الوضع. ايوا ها هي عائله شانسالان داخله. ناض جهاد وناريمان كيجريو باش يسلموا عليهم. ناريمان كتسلم على هدايه وكتقول انا راني توحشتك بزاف. قالت ليها حكمه وانا واش ما توحشتينيش. صافي هي شافت فيها وسكتات، ما قالت حتى حاجه. مالك حتى هي كتعنق في جداها. ناريمان ما عبراتش كاع حكمت، وقالت لاسعد واختو، قالت لهم تعالوا تجلسوا. قال لها شوفي هي راه ولات هي المديره هنايا. قالت ليش كتخربق نتايا. قال لها هاد الفندق راه تحول ولا زريبه. ايوا صافي ها هما كلهم جلسوا، شي ما حامل شي، ولكن مضطرين انهم يجلسوا مع بعضياتهم. صامد سول قال لهم فينا هو تحسين. قال ليه نحرة غادي يجي شويه وغادي يجي. حكمة سولت مالك، قالت لها شحال عنده دابا، واش 4 شهور. نقص جهاد قال لها 4 شهور ونص. قالت ليه قالت ليه ورا خاصكم باش تعقدوا وتكتبوا الكتاب قبل من الولاده، لحقاش الناس غادي يبداو كيهضروا. قال لها جهاد ما تقلقيش عمتي، حنا راه غادي نديروا هادشي. قالت لي وعلاش غادي نتقلق، انا غير كنهضر عليكم نتوما وصافي. فهداية دارت في حكمة وقالت لها حكمة من الأحسن أنك اليوم تحكمي في هضرتك وتعرفي شنو كتقولي. ايوا ها هي فوتون دابا دخلات، قالت ليهم السلام عليكم. قالت ليها مالك سلام. ناضت سلمات عليها. ولادها الاخرين كيشوفوا. ناضت عندها بنتها حتى هي. واسعد قالت ليه انت اسعد واش ما غاديش تجي. فصافي مشات هي عنده، سلمات عليه، سلمات على نوح حتى هو. صافي وجات حدا ماماها جلسات. وحكمات كتشوف فيهم بكل اشمئزاز. قالت لها ناريمان فينا هو خويا تحسين، واش مازال ما غاديش يجي. قالت لها راه قال لي غادي نجي. قالت لهم واش ما هضرتوش معاه. قال لي نوح راني هضرت معاه وقال لي غادي يجي قبل من نص ساعه. اسعد كيتنوض عليهم وقال لهم خليه يجي دغيا، راه حنا توحشناه. ايوا كنشوفوا حسين حتى هو اللي داخل كيتعنقر هو ومراته. عيط على السيد اللي خدام تما، قال لي اجي. قال لي نعم السي تحسين. هو عجبو الحال مني قال لي السي حسين عفوا. هو عجبو الحال مني قال لي السي حسين. قال لي هاك الطوموبيل ديالي راها قدام الباب، وعطاه الكونتاكت. قال لي هاك سير ديها لشي بلاصه مزيانه وحطها. بدا غادي هو ومراته، شد لها في يده وغاديين. جا رئيس ديال العمال وقال لي حسين. قال لي كيفاش حسين. قال لي خاصك تقول السي حسين. نقزات مرتو قالت ليه راه معاك الولد الكبير ديال عائله شانسالان، واش فراسك هادشي. فالسيد تفاجئ قال لي كيفاش هادشي. قال ليه كيف ما سمعتي. نوران حيدت المونطوات وعطاتهم ليه يشدهم. بدات كتقول ليه شنو هاد الغبره هادي هنا، وهذا الشيء ما كيليقش بهذا الفندق، ودايره فيها زعما هي راها مول هادشي. نقز حسين وقال لي صافي كحلتيها، هي راها كترد البال لادق الاشياء وادق التفاصيل. ايوا صافي شدات في يد راجلها ومشاو. هدايه دارت عند ملاك وقالت لها ملاك انا غادي نجي عندك العياده ديالك باش نزورك. قالت لها من طبيعه الحال جي يا جده، مرحبا بك، ولكن قالت لها عيطي ليا قبل لحقاش انا ما كنكونش ديما في العياده. دارت عند ناريمان حتى هي كتهنئها. قالت لها انا كنهنئك وليتي المديره هنايا. قالت لها ناريمان شكرا. ايوا صافي هما كيهضروا بيناتهم والاخرين ما حاملينش راسهم. دخل حسين ومراته قالوا لهم سلام. رد جاوهم جهاد قال لهم مرحبا بكم. قالت لي حكمه صافي نتوما اللي بقيتو ناقصيننا وصافي. نوح ناض عند حسين وسلم عليه كيعنقو. حسين قال نوح قال لي شوف هاد الطبله شحال كبيره وشحال زوينه، حنا ولينا عائله كبيره. قال لي انا فرحان بزاف، راني حتى انا عندي دور كبير في هذا الشيء. قال لي راه عيط ليا جهاد بصفتي انني انا خوهم الكبير وانا الكبير ديال العائله، بغى يتشاور معايا. قال لي انا قلت ليه صافي خويا تفضل شنو بغيتي تقول. قال لي بلي راه حنا غادي نتصالحوا مع نوح ومع تحسين. قال لي انا قلت ليه صافي مزيان هذا الشيء اللي غادي ديرو. ايوا صافي هو مسكين كيهضر ودير راسو زعما راهم تشاوروا معاه وهو راه ما حتى واحد ما حاشاها ليه. المهم قال ليه نوح تفضلوا جلسوا. صافي هما راهم جلسوا. نوران كتمدح في نريمان وملاك وهما حتى هما كيبادلوها نفس الشيء، كيهضروا بيناتهم وكيضحكوا. فوتون عاجبها الحال. نقص حسين قال لهم فينا هو عمي، وما يبداو كيضحكوا عليه اسعد وحكمات. قال ليه نوح عمك راه جاي، راه هو في الطريق. ويقول لهم نوح بسطح هو راه تعطل بزاف. قال ليه جهاد واش ما اتصلتيش بيه. نوح كيحاول يتصل به تيلقى التليفون طافي. كيقول لهم تليفونه راه طافي. قالت ليه فوتون ربما كون طفى ليه يعني تقاد عليه من الشحن. قال لها ما يمكنش، قال هو عنده كلشي في الطوموبيل.
فجا سترباي عند فوتون وقال ليها واش صافي واش نبداو يعني اننا نوجدوا العشاء. قالت لهم صافي غير بداو اصلا تحسين كون راه قريب يجي. ناض صامد وقال لهم دابا خاصنا نقولوا في الاصل خاصنا نقولوا الخطاب ديال الصلح ما بين العائلتين، ولكن بما ان تحسين باقي ما جاش غادي نخليوه من بعد. في هذه اللحظه غادي يصوني التليفون ديال نوح، غادي يجاوب وغادي تصدم، غايقول لهم كيفاش وغادي تصدم، غادي يبقى مصدوم. هنا غادي تسالي الحلقه ديال اليوم، نشوفوا التتمه في الحلقه الماجيه ان شاء الله، غادي نعرفوا شنو غادي يوقع تحسين، شنو هما الاحداث اللي جايين، فخليكم معايا